تفاصيل وفاة الفنانة شروق ومحطات سريعة من حياتها. توفيت اليوم 11 من يوليو العام 2025 الفنانة شروق عن عمر 73 عاما بعد صراع مع المرض، حيث كانت تتلقى العلاج في الشهور الأخيرة بسبب سوء حالتها الصحية. جدير بالذكر أن الفنانة شروق من مواليد عام 1952 بالقاهرة، واسمها الحقيقي علية محمد أحمد فؤاد، وهي تخرجت من كلية الزراعة. كان أول عمل فني لها في فيلم 424 مع سمير غانم ويونس شلبي عام 1981، ومن أشهر أدوارها دور أم ميرفت في مسلسل راجل وست ستات في عدة أجزاء، ودور والدة هشام في مسلسل قضية رأي عام 2007، ودور المدرسة في مسلسل يوميات ونيس الجزء الأول عام 1994 والجزء الثاني عام 1995. قدمت الفنانة شروق في مسيرتها حوالي 170 عمل فني، كان آخرها دورها في فيلم نص يوم عام 2021، وابتعدت في سنواتها الأخيرة عن التمثيل. رحم الله الفنانة شروق.